السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن الأسباب الجديدة للإقصاء من منحة البطالة والأسباب اللي راح تصدر قريبا. كما تعرفوا كامل، كاين أسباب قديمة وجديدة للإقصاء من منحة البطالة. بعد ما كانت 10 أسباب راهي كل يوم تزيد وكل يوم نسمعوا بسبب جديد. والغريب في الأمر أنه حتى العاملين في القطاع حيرين في هذه القوانين والأسباب وما قدروش يتخذوا الإجراءات اللازمة. من أهم الأسباب اللي نتكلموا عليها هي موضوع البطاقة الرمادية كارت جريز والقروض المصغرة، وكذا البطاقات مثل بطاقة فلاح وبطاقة حرفي والعديد منها. الحاجة الأولى أنك باه تصدر قانون ولا سبب لازم تحس المواطن وتعلمه باه يسقم حواله، ماشي أنك تصدر سبب بأثر رجعي من بداية منحة البطالة. السبب يطبق من تاريخ الصدور، يعني من نهار اللي علمك المواطن بالسبب. مثلا أنه باع السيارة قبل تاريخ صدور منحة البطالة زي، ومن تاريخ صدور سبب الإقصاء من منحة البطالة زي خلاف. وكان من المفروض تخبر المواطن باه يصلح وضعيته. كاين اللي عنده كارت جريز تاع سيارة في راي محطوطة كركاس قدام الدار، وكاين اللي خوه ولا واحد من العائلة كاتب طوموبيل باسمه، وكاين اللي باع قبل ما يصدر السبب، وكاين اللي قعدت ماركي عليه سيارة اكسيدونتي ولا رفور. السبب الثاني القرض المصغر. تلقى واحد مقسم من منحة البطالة على جال 4 ملايين، كنت قادر تعطيه فرصة باه يخلصها ولا تسحبها مباشرة من حسابه. السبب الثالث بطاقة فلاح أو بطاقة حرفي أو سجل تجاري إلى آخره. كاين اللي عندهم وحدة من البطاقات هذو وما عنده حتى مدخول، وكاين اللي مدايرهم ما استفاد حتى من شيء، وكاين اللي دار مشروع مصغر ولا شركة صغيرة وأفلس. إن شاء الله السلطات المعنية تراجع هذه القرارات التعسفية، لأنه كاين اللي أمورهم مريقلة وقصوهم بالخطأ. والله مهزلة. بارطاجي الفيديو عسى ولعل يرجعوا المقصيين ويديروا حل بالنسبة للناس اللي ترجع الدراهم ولا يفوتوهم للقضاء. منين راح يرجع الدراهم؟ هو أصلا بطال وما عندوش خدمة، وتزيد تحسبها له بأثر رجعي. منين راح يجيب 10 ملايين ولا 15 مليون؟ تقعد حاير. غلطة الإدارة ما تحملهاش المواطن، ونتمنى يحبسوا هذه الأسباب اللي ما عندهاش حتى معنى. سلام.